صلوا على النبي واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده مع بعض هنعمل حاجه وصفه حلوه كده مع بعض ان شاء الله باذن الله، تكون سهله بميه ودقيق وزيت وسكر فقط لا غير في كل بيت. حلوه جدا وسهله، وعلمي بنوتك كده في الايام الحلوه وانتوا بتنضفوا كده حاجه كده اقتصاديه. تعمليها فطار وعشاء كده، وحوشي شويه في رمضان. كنت عايزه اكلمكم في موضوع اهم حاجه اليومين دول يا جماعه، تنظيف وكنس وكده، بس استعداد روحاني اكتر. حاولي برضو طبعا كل البيوت مليانه اليومين دول، يعني مليانه باللي فيها. طبعا كلنا الظروف الاقتصاديه طبعا كلنا عارفين. فحاولي كده وانتي بتعملي الحاجه ما تغليش، يعني ما تتغليش في الحاجه. لو تعملي حاجه اعمليها اقتصاديه كده كده. ربنا ده شهر كريم والكل طبعا ربنا بيرزقه. الغني ربنا بيكرمه في الايام دي طبعا، وهو ربنا بيرزق كمان الفقير. فانا عايزاكي اليومين دول حاولي تقتصدي على الاقل قد ما تقدري. ولو معاكي حتى قرشين، مثلا لو معاكي 1000 جنيه كمل معاكي الشهر، خدي 500 منهم. ال500 منهم دول لازما ما تشتريش حاجه رمضان دلوقتي، لازما ولا بد. اياكي تشتري حاجه رمضان دلوقتي. هقول لك ليه. كله عايز يكسب في الحاجه بتاعته اللي لسه جايبها، ده موسم. صدقيني وانا جربت عن نفسي ان اخر يوم في رمضان او اول يوم في رمضان لو قدرتي تجيبي الحاجه اول يوم انت كسبانه. صدقيني ندمانه وخسرانه اللي تشتري الحاجه في الموسم بتاعها. يعني هنقول مثلا كلنا بنجري على الكوبايات والبلاستيكات والحاجات، عشان طبعا بنحضر عجانات، اطباق لو عندك اطباق ناقصه، شوك، معالق، عزومات، كلنا بنجري. حاجات تبقى رافعه ثمنها جدا. انا بتكلم على الاسواق الشعبيه، انا ماليش دعوه بالمحلات. في الاسواق في اسواق جميله جدا بتبقى في حاجات تحفه بنجيب منها، او محلات بتتقي الله. ما تروحيش دلوقتي تقولي لي لا انا اروح واجيب حاجتي الاول قبل ايه ما تغلى. ما فيش حاجه بتغلى الا دلوقتي في الموسم بتاعها. وروحي اول يوم رمضان او قبلها بيوم كده بالليل، روحي هاتي حاجتك اللي تدوري عليه دلوقتي. لو عندك مثلا ممكن ربنا موسع عليكي، هاتي دقيق، هاتي حاجه الدقيق، هاتي طبعا لحمه والفراخ والاكل والحاجات دي تجيبيها. قضي بقى اليومين دول شويه كشري، شويه خضار بسله. دلوقتي يا جماعه خزنوها حلوه تحفه جدا ب10 جنيه، وفي ناس بتعمل كمان كيلو وربع. بس معرفش هي غليت، متهيألي شدت كمان عشان الناس بدأت تخزن منها. بسله وجزر. هاتي طماطم، ما تستغليش دلوقتي الطماطم رخصت وبعدين رخصت تاني. صدقيني الزرع هيبقى فيها قليل. فحاولي لو ما عندكيش مش قادره تخزني لحمه او فراخ، املي الفريزر بتاعك طماطم. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ طيب انا دلوقتي مش هجيب حاجتي ولا اي حاجه. لا، هاتي كل اللي انت عايزاه، بس صدقيني في اخر يوم. الحاجه مثلا كنا جايبين البوست اللي هي لازق الرخام، كان ب100 نزل ل75 و70 و60 في اخر يوم في رمضان، لانه موسم محدش هيشتري منه بعد كده. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا نخزن البسله والطماطم برخص التراب. طب وايه تاني؟ السبانخ يا جماعه جميله جدا وحلوه ومنجزه. طب ايه تاني معاكي؟ لو انت شطوره كنت عملتي دوره فراخ حلوه جدا، على قدك حلوه كده صغنونه، 10 15 كتكوت، كنت طلعتي استفدتي بيهم. في ناس كتير عملت، وفي ناس طبعا يوتيوب مليان فيديوهات عن دي كانوا نفعوكي في الدلوقتي. طب لو ما نفعكيش حاولي اليومين دول، لان الفراخ واللحمه هتغلى جدا في رمضان، يعني ما تروحي. النصيحة التانية، الميزانية ثم الميزانية ثم الميزانية. من دلوقتي سمي الله واتكلي على الله وابتدي اعملي ميزانية. هل اول يوم هيبقى عندك ما تتغليش اول يوم ما تتغليش. يعني مثلا ما تروحيش تجيبي لي بطايه، انت ممكن تجيبي من دلوقتي فرخة كبيرة او فرختين وتقطعي كده، تدي نايب كبير في اول يوم. هتجيبي لحمة، طبعا ربنا موسع عليكي، هاتي لحمة اول يوم. بس انا عن نفسي كتري، يعني قليلي، هاتي فراخ بس زودي النايب في اول يوم. طيب البانيه كتري من لو هتجيبي لحمه انا انصحك تجيبي لحمه مفرومه، لان هي زاد ب400 جنيه. لو عندك اقل بس اتاكدي ان هي من مصدر موثوق. تمام. طيب في حاجه تانية عايزه اقولها، يا جماعه ما تكتروش من الاكل. ما تكتروش دلوقتي، ما فيش عزومات، ما فيش حاجه اسمها عزومات. ممكن فكره حلوه جدا كنت عايزه اقولها لكم، انك ممكن لو انتوا في بيت عيله تقترحوا على بعض. انا مثلا هعمل النهارده اللحمه، بكره انت تعملي اللحمه، بعد تالت يوم انت مثلا تعملي اللحمه. طب والتانيه في اول يوم تعمل رز والخضار. طب واحده تعمل ايه؟ الترشي مثلا، او المخللات والخضار والسلطه والحاجات دي والحلو. حاولوا وانتوا لو في بيت عيله تتفقوا على كده، صدقيني هتوفروا.
هتوفروا كتير. هيبقى فيه برضو روابط اسريه، بس ما يبقاش على واحد بس، الحمل ما يبقاش على واحد بس. طب انت مثلا مش في بيت عيله بس عايزه تعزمي مامتك او كده، ممكن يا جماعه. بصوا، ما حد، مامتك على عينك وعلى راسك، بس انت لو ظروفك ما تسمحش، قول لها احنا يعني ايه تعملي على القد، هو دي ظروفك يعني. ما تجيش عشان مامتك او اخوكي تظلمي زوجك يعني، فاهمني؟ فانتوا سموا الله وخليكي صريحه الى حد ما، مش مؤذيه يعني. انت ما تبقيش مش هعزم، لا أنا ايه رايك يا ماما، ايه رايك يا ماما، انا معايا في حدود 300 جنيه، ايه اجيب لك بيه ايه اعزمك بيه ايه في ال 300 جنيه، اجيب لك ايه بتحبي ايه. انت تبقى عارفه بس تقترحي عليه. ممكن انت تعملي صنف اللحمه وماما تعمل عندها الخضار، وتتفقوا اختك نفس الحكايه. لو سلفتك تبقى فيه ود وتراحم. ما تكلفيش نفسك، ما تكلفيش نفسك، لان يا جماعه انتوا عارفين، شوف دلوقتي التضخم والاسعار، وشفتوا الاسعار ضربت في السماء. فخلي بالك، نصيحتين حلوين كده وانا احنا بنعمل شويه. تقولي بتباع، تقولي عيش فينو صغنن ميني كده، تقولي قراقيش حلوه جدا. ده من كيلو واحد عملتلك كميه قراقيش مهوله، تدعيلي. وازاي؟ اعملي بالترتيب اللي انا بقولك عليه، حطي ملح وكميه ميه حلوه كده، وان شاء الله باذن الله يعمل لك كميه ايه قراقيش. يعني دي الوجبه دي ممكن تعملي معاها فطار وايه، مع فطار وعشاء. ممكن معاها شويه شاي بلبن، حلوه جدا في الايام دي يا جماعه. حاولي تمسكي على نفسك اليومين دول عشان توسعي على نفسك في رمضان انت وعيالك. فكنت عايزه انصحكم النصايح دي. بقولك الميزانيه ما تكلفيش نفسك. رمضان كله عباره عن عباده، صوم وصلاه وكده. فاول يومين كده برضو ما تضغطيش نفسك. محدش بينفع حد، بالاخر كده محدش بينفع حد. فلو عجبك الفيديو اللي انا عاملاه ووصفه القرقوشه الجميله دي، القراقيش دي، ياريت تحطي لي لايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. نسيت اهم حاجه كنت عايزه اقولها لك. بص حبيبه قلبي، ان شاء الله انوي النيه، والنيه لله. لو حتى ما قدرتيش تعمليها، ان شاء الله ربنا يكتب لك الاجر والثواب. وانت بتعملي الطبيخ كده زودي ميه، زودي شوربه، ها. واعملي طبق جانبي كده. لو عندك مثلا واحده كده مثلا قاعده قدام الباب ولا حاجه تعبانه ولا حاجه وقعدت في فطار ما عندهاش فطار عند الجامع، حاولي تعملي ان شاء الله رز وخضار. انت عملتي اللي عليكي، ها. لو في حته نايب كده ممكن تطلعيه صغنن، حتى لو صغير طلعيه. صدقيني عند ربنا وربنا هيبارك لك، وهتلاقي الرزق كده. حاولي كل يوم تعملي كده، تلاقي الرزق من حيث لا تحتسب. استغفري ربنا كتير وصلي على النبي كتير، وقولي اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقنا من فضلك الواسع. سبحي واستغفري وحبي نفسك. ما تضغطيش على نفسك ابدا في المصاريف. ويا ريت انا دلوقتي انا بقرص عليكي عشان الازواج يعني ربنا معاهم اليومين دول. اهم حاجه بيتك وزوجك، فاهمني؟ واللي هتحبك هتحب اي حاجه انت تعمليها. يلا يا جماعه، سلام عليكم.